تراك جديد لأنطوني سامراني بعنوان رحمة ثلاثة. رح نسمعه اليوم أنا وأنتو مع بعض ونعمل رياكشن عليه. كتير متحمس لحتى أسمع هذا التراك أنا وأنتو مع بعض، وبالتالي خلونا نسمع هذا التراك مع بعض. السلام عليكم، هلا والله بالكل، كيفكم رفقاتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد وتراك جديد مثل ما اتفقنا، تراك لأنطوني سامراني بعنوان رحمة ثلاثة. اليوم رح نسمعه ونعمل رياكشن عليه، نعطي رأينا فيه بكل صراحة. ما بعرف هل هو كمالة البيف اللي صاير بالسين اللبناني او لا، ولكن رح نسمعه ونكتشف كل شيء. فخلونا نفوت على التراك، ولكن قبل ما نسمع التراك لا تنسوا تدعموني باللايك والشير. اذا انتم اول مرة بتشوفوني طجوا اشتراك يا غوالي، فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم مني كل شيء جديد. وهلا خلونا نفوت على التراك ويلا ليتس جو. اوكي يا جماعة، مثل ما اتفقنا تراك بعنوان رحمة ثلاثة لأنطوني سامراني. طبعا بما انه التراك اسمه رحمة ثلاثة معناته في رحمة واحد ورحمة اثنين. هلا بصراحة ما رح كذب عليكم، انا ماني سمعان لا رحمة واحد ولا رحمة اثنين، فاكيد بس خلص هذا التراك رح روح اسمعون، ولكن حبيت اني صور على السريع. فهلا خلينا ما بدي اطول عليكم كتير، خلينا نفوت على التراك ويلا ليتس جو. اوكي مثل ما اتفقنا رحمة ثلاثة. هلا من الواضح كبداية انه ما حيكون ميوزك فيديو، بتوقع حيكون ليركس فيديو. When the heliotrope starts growing among rough rocks and the full moon shines at night, in a certain area of the earth a man turns into a wolf. كنت كتير منيح، كنت كتير منيح، كنت كتير منيح، كنت كتير منيح، كنت الذاهب مع الريح، كنت الهامش ورا الزيح، كنت كتير منيح، كنت كتير منيح. كل ما اليوم بيومي عدي والشمس بتغرب وتقوم، تاكي عالسيفي المصدي بأرض الما فيها نجوم. اوكي بس خلونا نستنتج شغله، انه البيت مو مثل البيتس اللي بالعاده بيستخدمهم انطوني، يمكن لانه بالعاده بيعمل تراكات ديستراكات. هلا ما بعرف هاد، ولكن كبدايه واضح انه مانو ديستراك، وحتى عنوانه شوي مانو ديستراك، ولكن ما بنستبعد شيء عن انطوني. احيانا بدس بتراكات ما بتحس انه ديستراكات من العنوان تبعه، ولكن بتطلع ديستراكات. ولكن هون من الواضح كبداية مانو ديستراك. معقلنا وبالضرب نبرح، والورد منكب فكبرنا العقل عم يكره، والقلب بيحب قصة أحلام بتتخطى الوهم اللي بيدعي السلام، والسلام اللي بيتخطى اللحن وبيترك ألام. لما انصعد خفت شوف قبالي أنقاض وركام، وبس وقعد شفت حالي واقف عقمة بركان. من بين الموتى قايم عم بمشي وسيفي حاميني، كان كله بالفوضى نايم ضوضاء خالق سكينة، عم ترشيني من سكوتها الكاذب تتجنبني خوضة بتنسيني حقي بوش الواجب كل ايام السودة. حبيت قضيت وسنين بتمرق اكتر تنبات. هذا زلمة وحش، ما توقعت اسمع منه شي بهذا المود وحبه لهالدرجة. بصراحة متعود اسمع له ديستراكات بصراحة لأنطوني. ثبات والدوامة صارت تكبر، بتاكل مني وعم حارب قارب مع سيفي مسلول، وعم كافئ يلي هارب من اكل الحق ومأكول. خسران سنين وسين وجيم وبيسكج ازرق ناري يا وحش، وجوا البير جليد عم بحرق اسراري. انزل صوم بالاتون مع خمرة بتحلل عاري، خسرت كروم الى لزوم يكون اكتر من مصاري. مشواري طال وطال الناس الكاحل كحلي صار، ردات بطاري وطار الكاس كاسح يغلي نار. سنين قرايب خون كالجاموس متنح بالمراية ما في قرون، في شيطان مجنح دمرت اخ 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 دين. شو بدي احكي عن الليركس، ولا عن الفلوات اللي عم يعملها، ولا عن الاداء الخرافي اللي عم يعمله، ولا حتى عن البيت اللي لامس قلبي يا جماعة؟ فواو. هلا بصراحة اجاني تعليق مبارح انه نحن ما بدنا اياك تمدح الرابرز، نحن بدنا اياك تحكي الشيء اللي ضعيف بالتراك. وقلت له للتعليق وجاوبته انه اخي مو كل التراكات فيني انتقد فيها شيء، لانه في تراكات عن جد رهيبة ولحد الان انا سمعان شيء رهيب. فانا مو قصة انه انا عم بمدح الرابرز وبس، لما يكون في شيء سيء فانا بحكي. فدايم في عظمة هون عم تصير. نحب المراية ما في قرون، في شيطان مجنح دمرت بجهري جحري، ماشي بالعدم الرمادي، ما في حيط بيسند ظهري غير ما يغرسني بزيادة. طفيت شمس ودار السرج متحضر واجه ضبابي، داب التلج وبين المرج اللي هو اكتر صلابي. عد سنيني مع ايامي والترسانة عم تلتم، كل سكينة كل خيانة والطفل يتعطش دم. كنا جمرة بالحقالة نسيتها فكرك انها خامدة، قرطني رصاصة وعيدها تأكد اني جدي هامدي.
أصابتني القشعريرة إذا بدنا نحكيها بالفصحى. والله دايم يا مان دايم. كنا جمرة بالحقال نسيتها فكرك إنها خامدة، قرطني رصاصة وعيدها تكت إني جدي هامدة. من بين الموتى راجع، من بين الموتى بقوم، بالعين الحمرا قاشع تحت سما غيوم. من بين الموتى بقوم جايب حرب عالسلام، بس لما تقشع العيون بتشهد ملك فوق بركان. عم بيدمر عم يحكم بأشهب نار، فمن همي سمي بس يغلي دمي مش تارك لون آثار. عم يتعبني هالمشوار، بدي أغفى تحت الحورة بحضن بوضح النهار، وبس ارجع تنعاد الدورة وبقمرها. بس احمس شادي حب تفلش بالليل، والليلة بتغرق الشمس بيتصفوا من مال المال، والدم يجدد الوعود ونمضي عالشتت برماح. بتعشقني من دون حدود وتحت رحمة الأرواح، لي ألف صرف مختوم ورسايل عهرام الجيزة، وبس حرك حرف ملعون بيتحرك ليون إبليسي. كالمحكوم عالمشؤوم عالمغروم عالمحروم عالمرحوم عالمردوم، في مرسوم وفي تعويذة، والقلب بيرجع بيحن لرحم ولحم الضغط. سين الشامي كان مشهور بفترة من الفترات بهذا النمط من التراكات، ولكن ما حدا جاب الليركس والتشابيه اللي جايبها اليوم أنطوني سمراني. هي أولا، وثانيا نحن محرومين من هذا النمط من فترة طويلة بصراحة بالسين العربي. والسين الشامي مثل ما قلت لكم كان مشهور بهذا بفترة من الفترات، كان مشهور بهذا الأسلوب وهي الطريقة بالكتابة، ولكن مثل ما قلت لكم ما حدا جاب هي الليركس ولا حدا جاب هي التشابيه. ضحايا عالغرب يضحي لبجن وينده قبيلة بمرايا، فتأمل جسم اللي جاي امبارح من فوها فوارة. إذا مفكر هالرواية خلصت عند الجمرة ونارة، بس هالمرة أنا الحمام يلي بتقضي عاكل حيط، مو جنح لابد عالإمام عم ينخر ببلاط البيت، ويحيي قلبه صاغ الجسد من رحمة بينده له صوته. أنا اللي بعدهم عن نسب تا ارجع من بين الموتى بشرب. أنا اللي بعدهم عن نسب تا ارجع من بين الموتى. دايم ويحيي قلبه صاغ الجسد من رحمة بينده له صوته. أنا اللي بعدهم عن نسب تا ارجع من بين الموتى. بشرب دمهم لما أعطش، باكل لحمهم لما جوع، لما عقلك بكرة ينضج رح تفهم كيف ما في رجوع. كنت كتير منيح كتير منيح وما طلبت نفوع، كنت كتير منيح كتير منيح وبستاهل الدموع. الأبطار دا ياخد طاره المجنح وندرعه انفخت شي نهار، بتشوف الوحش المرمح رمح. أنا عم بشوف فيلم، أنا ما عم شوف ستوري أو أنا تعايشت مع التراك على هذا الأساس بصراحة. أنا عم شوف شيء خرافي. زمان جدا ما سمعت هيك شيء. نحو اندرعه انفخت شي نهار، بتشوف الوحش المرمح رمح. لكل طرف تتثبت عجل منزوف، بس فوق القرف يرجع السحر معزوف. فما تشوف لما افقص وعد رح تعشق جحيمك، وشياطين تطوف وترقص انا ودابح خراشيمك. لتصفي دماء الراس ويجيك الدبان الحايم، وفجأة بتسمع الجراس عم باخد حقي يا خاين. من بين الموت الله عليك. من بين الموت بقوم، بالعين الحمراء قاشع تحت سما غيوم. من بين الموت بقوم جايب حرب عالسلام، بس لما ترجع العيون تشهد ملك فوق بركان. تحت الحور والصفصاف الباكي والقمح الميموت، تحت الفور والمطاف السادة والرمح الميفوت. عم بتأمل بأعماقهم تسري مع النهر وريحه، كل ما اشكي لا اشلاقهم عيط كنت كتير منيح. بدي اعمل تجربة بس خلص التراك وبدي اياك انت تعملها. حاول انك ما تشوف الفيديو، حط السماعات واحضر او اسمع التراك. بتوقع رح ينرسم قدامك، رح ينفتح خيالك على شيء انت عم تحسه بهذا التراك بصراحة. مع النهر وريحه كل ما اشكي لا اشلاقهم عيط كنت كتير منيح. ببكي عوحش بمراية بضحك عقلوب المجروحة، لأن من مطرح ما جاي عملنا المشنقة مرجوحة. وكل خبرية تحكى مالك هالك يتهم بالزور، مع ذلك وليد معارك عطره دم مش زهور. فيا قارئ لا بل سامع قصة اتكن مما اسمعها، بتمشي مع تمساح الدامع وبتلومه بس يقمعها. راجع لتوفي ناديني مع خريطة ورمح ومي بغمض، وبتظهر لعيني حورة مكعبة بالفي، وهي بعدها عم بترندح كلماتك. هاي التراك جميل جدا بصراحة. فات لصمصوم قلبي بصراحة التراك. لعيني حورة مكعبة بالفي، وهي بعدها عم بترندح كل ما تكبر عني تخبر، بس ما جاها نهار ترضع كل ما تحبل مني تحبر. وارجع قعر جحيم بهيئة الملاك القاتل، هي عم تستر
جريمة فبتحب الشاب العاطل وما بدها ارحم رحمة دايم. بالابد ولا بالحاضر لا بالامد ولا عن عمد ولا بشدة المخاطر جاهزة وبعد عواصف بعد سنين من النسيم الحيل ومجرد من عواطف عم يروي اعدام رجاله وهي تخبص من قمح الماضي وتسبك سنابل الخريف عم بتعالج الجرح الخاطي وهالمرة منه النزيف هي بتعرف رح بيطيب ويهلكها مثل ما هلكل باعت روح على الشيطان بتعرف انها باقي ملكه الى الابد وبعد الموت الصوت يعيد الى الولد وفوق الشو كتاب شوي وبعد الموت الصوت يعيد الى الولد وفوق الشو كتاب جديد نكتب كل رواية نضب ونرجع نعهد الام لانه ما بعمره الحب في يترجم بالكلام كفانا من العدالة ونعيش بظلم الانصاف اذا ما خدروني رجالي رح نلتقي بهالمطاف ما بدها ارحم رحمة والكفر حفر عماها تحت الحورة مع الافي عم شوفن صفر بلاها وكل حلاها عم شوفن صفر بلاها وكل حلاها عم شوفن صفر بلاها وكل حلاها 2025 بصراحة أنا هالمرة ما رح أقدر أحكي ولا شي بصراحة. التراك خرافي جدا. ما توقعت أني أسمع من أنتوني سامراني تراك بهذا المود وحبه لهالدرجة، لأني قلت لكم تعودت عليه بالتستراكات، ولكن التراك يا جماعة رهيب. أوف يا جماعة أوف، يعني بصراحة دايم التراك متكامل بشكل غير طبيعي. التراك من حيث الليريكس، من حيث الفلوات، من حيث الأداء، النمط، الأسلوب، البيت، كله كان خرافي. هلا هذا التراك ما رح اقدر قيمه بصراحة، انا شفته كله كامل باستثناء انا بشوف انه الفيديو كان ممكن ينعمل بطريقة تانية يكون حتى يمسني اكتر. ومثل ما قلت لكم انا اصلا رح اعمل تجربة اني اسمعه بدون ميوزك فيديو او بدون فيديو بشكل كامل، لحتى هيك استمتع بالكلام اللي انقال، لحتى استمتع بالليريكس بطريقة تقديمه للليريكس لأنتوني. حكى لنا قصة يمكن بتلامس كل واحد فينا، وهذا الشيء اللي كان العامل المهم بهذا التراك. بشوفه من أهم التراكات اللي انعملت هاي السنة بالسين السوري أو اللبناني أو حتى السين العربي بشكل عام بصراحة. إذا حبينا نقيم الليريكس، فالليريكس بصراحة يستحق 10 من 10 بكل رياحة. ما بشوف في حدا رح يقدر يكتب ليريكس أقوى من هذا الليريكس بهيك ستوري ويوصلها بطريقة كتير حلوة. إذا حبينا نحكي عن الأداء النمط الفلوات أو الأداء النمط والديليفري، فبشوف كمان إنه 10 من 10. وصلتني القصة، وقلت لكم أنا حابب إني أتخيل القصة، فهذا دليل إنه القصة وصلتني بشكل كتير كبير، فكمان 10 من 10 على أداء النمط والديليفري. بالإضافة إنه إحساسه كتير كان عالي بهذا التراك أنتوني سامراني، لهيك ما توقعت. كلنا بنشوفه لأنتوني دائما بالتسات إنه هو شخص هجومي جدا، ولكن هذا الجانب اللي ما كنا شايفينه من أنتوني، أو اللي أنا ما كنت شايفه. يمكن هو عنده تراكات قديمة بهذا النمط، ولكن انا ما كنت شايفه هذا الجانب بصراحه او سمعان له شيء بهذا النمط لانتوني، فبعتذر ان على التقصير انه ما عم بسمع، ولكن التراك خرافي. اذا حبينا نحكي عن الميكس والماستر، فبشوف الميكس والماستر وصلوا كل شيء ممكن يوصلوه، كواليتي حلوه وميكس وماستر رهيب. بشوف انه 9 من 10 على الميكس والماستر جيد وكافي لهذا التراك. يعني في ناس بصراحة في تراكات بينعمل لها ميكس وماستر أقوى من هيك، ممكن يتقطع بالبيت شوي مثلا سكتة من هون، ولكن بشوف انه بالنسبة لهذا التراك كان متكامل. 9 أو حتى 9.5 من 10 على الميكس والماستر. أما إذا حبينا نحكي عن البيت، فالبيت حلو جدا، ولكن أنتم بتعرفوني إنه بحب البيتس اللي فيها خلينا نقول سولويات بالنص، فيها عزف منفرد، فيها هيك إبداعات. هلا هذا البيت كان روتيني جدا ولكنه حساس جدا ولامسني جدا بصراحة. بيت رهيب، البيت عظمة على عظمة مثل التراك بشكل كامل، ولكن بالنسبة لي كهيك بيت ما بعطيه أكتر من 9 من 10. ليش؟ لأنه قلت لكم أنا بحب إنه يكون البيت متعوب عليه كتير من ناحية العزف المنفرد، إنه ممكن مثلا كمان أو ممكن ناي أو ممكن حتى عود، ممكن جيتار، ولكن هذا البيت كان خلينا نقول انه هو البيت الروتيني تبع الراب، ولكن معمول بطريقة كتير حلوة. اما الفيديو، فالفيديو شفته انه كان رهيب، حلو جدا، متعوب عليه، واضح انه متعوب عليه كتير الفيديو. ولكن بالنسبة لي كنت بفضل انه يكون هو أنتوني طالع بالفيديو فيديو حقيقي وليس كرتوني خلينا نقول، او مو كرتوني، انيميشن خلينا نقول. كنت بفضل انه شوف أنتوني، شوف المعاناة اللي عم يحسها بهذا التراك، شوفها كمان بعيني.
فهيك كنت بفضل 8.5/10. بتوقع على الفيديو بيستحق 8.5/10. اما كتراك بشكل عام فبشوف انه يستحق انه ياخد 9.5/10 بصراحة، 9.5/10 على تراك بشكل كامل. ريسبكت جدا يا برو، ريسبكت جدا أنتوني سامراني، وحش. بنتمنى انه نضل عم نسمع هاي الابداعات منك. اوكي خليك عم تبدع بالديسات، ولكن كمان سمعنا هاي الابداعات، اشتقنا لهيك ابداعات. هذا كان رأيي الصريح بهذا التراك. اكتبوا لي بالتعليقات عجبكم التراك ولا ما عجبكم. انا بصراحة ما عم طبل، ولكن بصراحة لهيك تراك أنا فيني طبل، يعني عادي إنه أنا أسمع تراك كتير خرافي وأقول إنه كتير خرافي. يا جماعة اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، وشو بتتفقوا معي وشو بتختلفوا معي. وبس لهون بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى تكتبوا لي كمان بالتعليقات شو حابين يكون الفيديو الجاي، ولا تنسوني من دعمكم باللايك والشير. وإذا أنتم أول مرة بتشوفوني طجوا اشتراك على الحوالي، فعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم مني كل شيء جديد. بشوفكم بخير وصحة وعافية. سلام. اخبار الراب سين من هون اسمعها كلها بدون تحيز، بعطي رأيي بكلمة حق بدون مجرح بكل تميز، بحكي رأيي الشخصي بس فما في داعي تنحمق يا مان. عندك اي رأي مغاير احكي وعليك الامان. عندي حلم شوي بعيد بس ماله مستحيل علي، وجودكم جنبي بيخليني استمر بالشغل اللي بين ايدي، بعطي وبعمل كل شي فيي حتى ارضي ذوق الكل. لا تنسوني من دعمكم، تقبشوني انتو الكل.